أبنائنا أرسلوا إلى الحد الجنوبي في المملكة. جربنا هذا الشيء في اليمن، دخلوا في التحالف، ومن ثم احنا كانت قواتنا في اليمن قرب مأرب مع قوات الإمارات العربية المتحدة، وسقطوا صاروخين قتلوا الكثير من أبناء الإمارات. عرفنا فيما بعد أن هناك كانت خيانة، كانت هناك خيانة. نعم، وكان هناك وجود قطري في الموقع اللي احنا كنا فيه. كانوا موجودين وأعطوا الإحداثيات. أن دولة الإمارات لديها صوت وصورة تبين بما لا يدع مجالا للشك في أن قطر خلف استشهاد أبناء الإمارات وقوات التحالف في اليمن، وهم من زود الإرهابيين بإحداثيات ومواقع كثيرة تكشف وجها آخر لقبح الدوحة وتسويقها للبراءة تارة وللحقد تارة أخرى، وبين خيانة الجار والشقيق وعون العدو، نظرية صنعها من صنع لنفسه مجدا عندما انقلب على القريب، فكيف له أن يكون صادقا مقنعا للشقيق؟ الدوحة التي شاركت بقوات رمزية في التحالف العربي طردت بعد سريان المقاطعة، حيث لم تسهم هذه القوات بأي دور يذكر في دعم قوات الشرعية، وتصريحات وزير دفاعها أنها أجبرت على المشاركة خيط رفيع على أن الدوحة لم تكن ترغب في الحقيقة المشاركة ضد الإرهاب، وإنما مع الإرهاب. قطر باعت التحالف، قطر ضربتنا في ظهورنا، شهداء، دماء سقطت بسبب قطر وغدر قطر. أنا بتكلم عن قطر كحكومة، كتنظيم الحمدين.